المشاهدون الأكارم، سعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. تحية عاطرة نزفها إليكم من الفضائية الإريترية، ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يهنئ الرئيس التركي بيوم الجمهورية. تشييع جثمان المناضل العميد الشهيد دانيال أبراهام. منسقة لجنة مكافحة قتل الفيلة في شرق أفريقيا تعقد اجتماعها في أسمرة. الجيش الإسرائيلي يقطع الاتصالات ويوسع عملياته، وحماس تعلن إفشال الهجوم البري. قوات كوريا الجنوبية وأمريكية تجري تدريبات قتالية بمسيرات. 21 قتيلا على الأقل في حريق بمنجم في كازاخستان. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بعث فخامة الرئيس إسياس أفورقي رسالة تهنئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة يوم الجمهورية. وأكد فخامة الرئيس إسياس أفورقي في رسالة التهنئة على ثقته لتقوية وتطور العلاقات الإريترية التركية وشعبيهما المبنية على الخلفية التاريخية في السنوات القادمة. وأعرب الرئيس إسياس أفورقي عن تمنياته بموفور الصحة للرئيس أردوغان والانتصار والسلام لشعب تركيا. شيع ظهر اليوم في مقبرة الشهداء في أسمرة جثمان المناضل العميد دانيال أبراهام مبرهة، وتم التوضيح في مراسم التشييع التي حضرها فخامة الرئيس إسياس أفورقي والوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة وقادة الجيش وآلاف المواطنين بمراسم الشرف الرسمية بأن المناضل العميد دانيال أبراهام الذي التحق بقوات التحرير الشعبية عام 1971 وخدم شعبه ووطنه بتفاني وإخلاص وبطولة من الجندي العادي وحتى قائد فرقة عسكرية، قد أفنى 52 عاما من عمره البالغ 71 عاما في النضال من أجل الاستقلال والدفاع عن السيادة والتنمية. وقد أطلقت على شرف الشهيد العيرة النارية، ووضع قائد هيئة الأركان العامة الجنرال فيليبوس والديوهانس أكاليل الزهور باسم وزارة الدفاع، واللواء تخلاي هبتسلوس باسم القوات الجوية، والعميد تخلي لبسو باسم الجيش الشعبي، والعميد حديش إفراهيم باسم القوات الخاصة، والعميد تخلي كفلاي باسم القيادة الوسطى، والعميد تكي رؤسون باسم القوات الميكانيكية، والعميد صهيا مكونن باسم القيادة الغربية، والعميد أبراهام عندون باسم القيادة الشرقية، وابنه فيليمون دانيال باسم الأسرة. استشهد المناضل العميد دانيال أبراهام برهتو جعاي الأب لثلاثة أبناء يوم 27 من أكتوبر جراء مرض ألم به. انعقد في أسمرة خلال يومي 25 و26 من أكتوبر اجتماع منسقة لجنة قتل الفيلة غير القانوني في شرق أفريقيا. شارك في الاجتماع ممثلون عن 6 دول هي إريتريا وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، بالإضافة إلى كبار الخبراء والمنسقين من المكتب الإقليمي لاتحاد الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض. وقال مدير سلطة الغابات والحياة البرية العقيد كنفي هابتون في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع إنه على الرغم من أن عدد الفيلة قليل في إريتريا، إلا أنه تبذل الجهود المقدرة لحمايتها، ويوجد برنامج لإصدار مرسوم لحماية الفيلة، وكذلك مواصلة التعاون والجهد المشترك مع الشركاء ودول الجوار. وأوضح مدير قسم الموارد الطبيعية في وزارة الزراعة السيد يعقوب يوهانس إن الهدف الرئيسي للاجتماع هو إنشاء منصة للدول من أجل العمل معا لحماية الفيلة. من جانبه أوضح مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في إقليم القاشبركة السيد تخصي كفل مريم أن الفيلة توجد في 3 مديريات هي أعالي القاش وهيكوتا وغونيا في الإقليم، وقد تم إقامة محمية للحفاظ عليها، وسيجري بناء خزان مياه لها للحد من المواجهات مع المزارعين. وقام الاجتماع بعد مناقشات مستفيضة في القضايا المطروحة بصياغة خطط العمل للسنتين القادمتين. وناشد مدير عام دائرة الخدمات القانونية والرقابية في وزارة الزراعة السيد تخلاب مسقانا كافة المساهمين لإنجاح الاجتماع.
نفذ مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية عرزة أنشطة فعالة لمساعدة وتأهيل المحتاجين. وأوضح مسؤول المكتب السيد يماني أمين تقديم اللوازم الدراسية ل89 طالبا محتاجا وتوزيع مبلغ 133 ألف نعفة ل 133 أسرة شهيد قدم من عمال المؤسسات العامة، بالإضافة إلى مبلغ 108 ألف نعفة ل30 من الأطفال الأيتام، وتأهيل 3 أسر محتاجة بالماشية بمبلغ 32 ألف نعفة. وذكر توزيع 350 ألف نعفة مرسلة من المواطنين المهتمين في الداخل والخارج على أسر الشهداء، ومساعدة 720 من أسر الشهداء في الزراعة. وأوضح أن مكتب العمل والرعاية الاجتماعية قام بالتعاون مع شركائه والجهات الحكومية والاتحادات الوطنية بأنشطة توعوية حول حقوق الطفل ومحاربة زواج القاصرات وختان الإناث. ودعا مدير مديرية عرزة السيد رئيسهم كفل مريم الذي حضر توزيع اللوازم المدرسية، دعا الطلاب على الاهتمام بالدراسة وأولياء الأمور لتعزيز المتابعة لإنجاح الدعم الذي تقدمه الحكومة. نظمت وحدة الخدمات القانونية والرقابية في مكتب وزارة الزراعة في إقليم الشمال البحر الأحمر دورة تدريبية حول سلامة الأغذية للإنسان والحيوان في مدينة قندع. وتم التوضيح في الدورة التدريبية التي شارك فيها أصحاب المرافق الخدمية وممثلو الصحة وخبراء الزراعة والسياحة والمنتجون والمصنعون والشركاء بأن رفع المعرفة ضروري لضمان تأمين سلامة الغذاء ونظافته، باعتباره أن مصدر الغذاء للإنسان والحيوان هو من النباتات والحيوانات. وأوضح مسؤول وحدة الخدمات القانونية والرقابية السيد تسفاي يوسف أن المرافق الخدمية الناشطة في إعداد الأغذية ملزمة باتباع إرشادات ولوائح خدمات القانون والرقابة، وضمان تأمين نظافة معدات إعداد الطعام والحفظ الجيد للوقاية من الأمراض المنقولة عبر الغذاء. ودعا المشاركون على إقامة مرافق الإنتاج في أماكن آمنة والمراقبة الجادة لإنتاج الألبان واللحوم والتخزين المناسب للمواد الخام، وإقامة علاقة وثيقة بين المهنيين الزراعيين ووكالات إنفاذ القانون. وقدم خبير حماية تربة ومياه شرحا في المناسبة حول استخدام التربة المختارة لزيادة الدخل والإنتاجية. وقال مدير مديرية قندع السيد عمر يحيى في ختام الدورة التدريبية إنه يتطلب الرقابة القوية لمنع انتقال الأمراض عبر الغذاء. عقد سيمينار في مديرية أسماط حول الحقوق القانونية للمرأة وزيادة الوعي في الخدمات التعليمية والصحية للأمهات والطلاب. وذكرت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم عنسبة السيدة آمنة حسن المرأة بضرورة تطوير الذات من خلال التعليم واكتساب المهن وزيادة مساهمتهن في المجتمع. وقالت إن النجاح المحرز في القضاء على العادات الضارة في السنوات الأخيرة يعكس الوعي المتنامي. وأكدت عمل الاتحاد لضمان حقوق المرأة وجعلها منتجة. كرمت مدرسة حرنة الثانوية في أسمر يوم 28 من أكتوبر كرمت 37 من طلابها الذين أحرزوا من 3 إلى 4 نقاط في الامتحانات الوطنية للعام الدراسي 2022-2023. وقال مدير المدرسة الأستاذ يوسف أسفاو في المناسبة إن التكريم يسهم في مواصلة التفوق التعليمية ويخلق المنافسة الشريفة بين الطلاب. وأوضح مسؤول متابعة المدارس الثانوية في مكتب التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ يوحنس سلمون أن التعليم يرتكز أساسا على جهد واهتمام ورغبة ومبادرة الطالب، بالإضافة إلى دور أولياء الأمور والمعلم. كما كرمت مدرسة ميسيون الفنلندية الابتدائية والمتوسطة 87 من طلابها المتفوقين في امتحانات الشهادة المتوسطة الوطنية. مشاهدينا، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي.
أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أكدت حركة حماس أن مقاتليها مستعدون بكامل قوتهم لمواجهة هجمات الجيش الإسرائيلي بعد ما وسع الاحتلال هجماته الجوية والبرية على قطاع غزة. هذا واستمر انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات لأكثر من 10 ساعات. وقالت شركات الاتصالات وجمعية الهلال الأحمر إن الانقطاع جاء في إطار القصف الإسرائيلي. وكانت كتائب القسام قد قالت إن مقاتليها اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية في بلدة بيت حانون في شمال شرق غزة وفي البريج وسط القطاع. وشنت مقاتلات الجيش الإسرائيلي هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء القطاع بعدما قطعت الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة. في المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نتقدم في مراحل الحرب وقواتنا دخلت إلى شمال غزة ووسعت نطاق عملياتها، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية مستمرة حتى القضاء على حماس وإعادة المحتجزين. ويدخل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أسبوعه الرابع، حيث تكثف قوات الاحتلال قصفها وهجماتها، مما أسفر عن سقوط أكثر من 7300 فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء. في السياق، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكات تمويل حماس ومصادر دعمها في إيران. قال الجيش الكوري الجنوبي إن قوات تابعة له وأخرى أمريكية أجرت تدريبات قتالية مشتركة الأسبوع الماضي شملت استخدام طائرات مسيرة وأجهزة استشعار بالليزر يمكن ارتداؤها في إطار جهود لتحديث قدرات جيشي البلدين وفقا لوكالة رويترز. وجاء هذا ضمن سلسلة تدريبات هوجوك السنوية التي يجريها الجيش الكوري الجنوبي بهدف تحسين الرد على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية. واستخدم في التدريب أيضا العديد من أنظمة الأسلحة عالية التقنية بهدف تعزيز القدرات القتالية. واستخدمت القوات معدات يمكن ارتداؤها مزودة بأنظمة الليزر لمحاكاة المعارك الفعلية. وحلقت عدة طائرات مسيرة لأغراض الاستطلاع، وكان بعضها يطلق النار من بندقية هجومية، في حين استخدمت كوريا الجنوبية مركبة مسيرة متعددة الأغراض لنقل الجرحى. قتل 21 شخصا على الأقل في حريق بمنجم في كازاخستان تملكه مجموعة أرسيلور ميتال العملاقة للتعدين، ولا يزال أكثر من 20 آخرين تحت الأرض في وقت تسعى الدولة الواقعة بوسط آسيا لتأميم الفرع المحلي للشركة. وأكدت الشركة إخراج 252 عاملا من تحت الأرض وأن عمليات الإنقاذ مستمرة. ولأسليلور ميتال ومقرها في لوكسمبورغ سجل من الكوارث المميتة في كازاخستان، وكثيرا ما تتهم بعدم احترام معايير السلامة أو البيئة. والحريق أسوأ كارثة مناجم في كازاخستان منذ 2006، عندما قضى 41 من عمال المناجم في موقع لأرسليور ميتال، ويأتي بعد شهرين على مقتل 5 عمال المناجم في انفجار هذا الصيف. الخبر الأخير في هذه النشرة: يناقش وزراء التجارة في مجموعة الدول السبع الأكثر تقدما حول العالم وضع استراتيجيات مناسبة لجعل سلاسل التوريد الدولية أكثر مرونة مع التصدي لتعرض الحكومات الظاهرة الإكراه الاقتصادي، وذلك على هامش اجتماعهم المزمع عقده في مدينة أوساكا اليابانية بداية الأسبوع المقبل. يأتي اجتماع وزراء مجموعة السبع بينما يعاني العالم من تصعيد المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بالصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إضافة إلى توتر العلاقات الدبلوماسية نتيجة العقوبات والقيود التجارية الرامية إلى تعزيز الأمن الصناعي. وانطلاقا من أهمية سلاسل التوريد، سيجري وزراء المجموعة محادثات خاصة مع الهند واندونيسيا واستراليا وتشيلي وكينيا. مشاهدينا، نختم نشرتنا لهذا المساء بتذكير بأهم وأبرز العناوين.
فخامة الرئيس أفورقي يهنئ الرئيس التركي بيوم الجمهورية. تشييع جثمان المناضل العميد الشهيد دانيال أبراهام. منسقة لجنة مكافحة قتل الفيلة في شرق افريقيا تعقد اجتماعها في أسمرة. الجيش الإسرائيلي يقطع الاتصالات ويوسع عملياته، وحماس تعلن إفشال الهجوم البري. قوات كوريا الجنوبية وأمريكية تجري تدريبات قتالية بمسيرات. 21 قتيلا على الأقل في حريق بمنجم في كازاخستان. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذه الفترة. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.